اتفرجت على مسلسل كتالوج. هل فعلا احسن مسلسل مصري في 2025؟ بص، مش عايزين نحرق كتير ونقدم وبطولة مين ومش عارف ايه، كله عارف بطولة مين، محمد فراج ومعاه مجموعة ممثلين بجد كله عمل اللي عليه بزيادة، وبرده من ضمنهم ضيوف الشرف اللي عملوا اداء عظيم. انا عمال ادور على اي غلطات او اي حاجة ضايقتني، مش لاقي بصراحة. 8 حلقات انا بالنسبه لي استمتعت بيهم جدا. 8 حلقات كل حلقه مدتها ساعه، وانا ولا مره بص الحلقه فاضل لها قد ايه، كنت قاعد مبسوط وما بزهقش. حبيت العالم جدا بتاع المسلسل، حبيت كل شخصيات المسلسل من اول محمد فراج لحد اي حد ظهر. لو مشهد واحد في المسلسل ده انا كنت مبسوط بيهم جدا. فمسلسل بالنسبه لي مليان مشاعر، ما بين الدراما وما بين الكوميديا، ما بين كل حاجه. في طبعا حزن كتير جدا، وفي مواقف كوميديه ولايت حلوه جدا. بقالي زمن ما اتفرجتش على مسلسل متوازن بالشكل ده. واكتر حاجه فاجئتني في المسلسل ده بجد انه تاليف ايمن نطار. ايمن نطار بالنسبه لي كمؤلف يعني كنت مخبي فين كميه المشاعر دي، كميه الشخصيات الحلوه دي. وبمناسبه ان المسلسل ده اخراج وليد الحلفاوي، يا جماعه اللي ما اتفرجش على فيلم وش في وش يا ريت يتفرج عليه. الفيلم ده خلاني فعلا احب اخراجه، والمسلسل ده اكد لي ان هو وليد الحلفاوي بجد من افضل المخرجين على الساحه دلوقتي. بس هل فعلا مسلسل كتالوج افضل مسلسل مصري في 2025؟ بصراحه مش عارف. هو مفيش غير مسلسل لام شمسيه اللي نقدر نقول عليه مسلسل جامد في 2025، فيا هو يا مسلسل لام شمسيه. انا لحد دلوقتي عشان لسه طالع من مسلسل كتالوج مش عارف احدد. مش عارف انتوا ايه رايكم، ايه الافضل، هو ولا لام شمسيه؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.